بيبدأ فيلمنا في كوريا الجنوبية سنة 1969، ووقتها بنشوف الطيارين تاي ودونج بيعملوا مناورة تدريب بطيارتهم وكل حاجة ماشية زي الفل. وفجأة بيجي لهم بلاغ إن في طيارة ركاب رايحة ناحية كوريا الشمالية، وبسرعة بيروحوا الاتنين ناحية الطيارة. ووقتها بيقرب تاي بطيارته وبيشوف وشوش الركاب وهم خايفين، وبيكون زميله منسو هو اللي سايق وبيتأكد ان الطيارة دي مخطوفة. ساعتها بيجيله امر انه يضرب الطيارة قبل ما تعدي الحدود، لكن تاي بيتردد وبيرفض ينفذ الامر، وبيبلغ القيادة ان في حد خاطف الطيارة ومش هيضرب علشان حياة زميله والناس اللي معاه، وبيسيب الطيارة تعدي الحدود وتروح كوريا الشمالية. بعدها بنشوف تاي ودونج قدام قائدهم وبيقول لهم ان الرئيس بيكلمه وعايز سبب مقنع للي حصل. فتاي بيقول له ان الركاب كانوا عايشين وخاف عليهم، لكن القائد بيقول له انه يقول ان زرار الضرب اتعطل، وبيأمر تاي انه يسلم حاجته ويقدم استقالته. لكن قبل ما تاي بيمشي بيناديه وبيقول له ان اللي عمله ده هيخلي كل عيلة ليها واحد مخطوف بيتعذب كل يوم. فبيتضايق تاي من الكلام وبيمشي من سكات. وبعد كده بنشوف تاي ومراته رايحين لبيت زميله الطيار منسو علشان يبقوا جنب مراته، وعلى الباب بيلاقي ان الناس كاتبه انه جاسوس وخاين. فبيزعل تاي وبعدها بيقعد يمسح الكلام، وبعد كده بيقعدوا معاها علشان يطمنوها ان جوزها راجع. بعدها بنشوفهم في المطار مستنين منسو يرجع، لكنه ما بيرجعش مع الرهاين اللي جت من كوريا الشماليه. وقتها تاي بيسأل الضابط عن الناس اللي ما رجعتش. ساعتها بيقول له الضابط ان هو الوحيد اللي ما رجعش من كوريا الشمالية لأنها رفضت تسلمه ومستحيل يرجع تاني. وبعدها بتعدي سنتين، ووقتها بنشوف تاي بقى طيار مدني. وبعد كده بنشوفه بيشرب سيجارة مع الكابتن، وبيسأله الكابتن على الحادثة وبيقول له ليه ما نفذتش الأمر وضربت على الطيارة. فبيقول له تاي إنه كان عايز ينقذ الناس. ووقتها بيقول له الكابتن أنت عملت الصح، لكن الحكومة ما بتفكرش غير في تنفيذ المهمة وبس. وبعد كده بنشوف الركاب وهم بيتسابقوا علشان يركبوا الطيارة لان مفيش غيرها في المطار، وجوه الطيارة كل حاجة ماشية طبيعي. بعدها بنسمع الضابط بيتخانق مع واحدة ست وبيقول لها ان ما ينفعش تشيل فرخة في الطيارة، بس في ناس من الركاب بيدافعوا عنها. ساعتها طيب يسمعهم وبيتدخل وبيعرف ان الست جايبة الفرخة لبنتها التعبانة، وعلشان كده بيخليها تركب بيها، وبيقول للضابط انه هيتحمل كل المسؤولية. وبعدها بنشوف كيم قاعد جنب الست الكبيرة وبيتعرفوا على بعض. وجوه اوضة الطيار تاي والكابتن قاعدين بيشربوا سيجارتين، والكابتن بيقول له ان النهارده هو اللي هيهبط بالطيارة. وفجأة بنشوف كيم بيربط قنبلة على باب اوضة الطيار وبيرمي قنبلة على الضابط وبيستخبى. وقتها بيحاول الضابط يحذر الناس، لكن الانفجار بيبقى اسرع والناس بتبقى في حالة خوف وهلع، والقنبلة على الباب بتصيب الكابتن في عينه وما بيقدرش يسوق. وكمان الطيارة بتتخرم والوضع بيبقى مرعب ساعتها، والطيارة بتبدأ تقع، لكن بيحاول طيب بكل قوته يرفع الطيارة من تاني علشان ما يخبطوش في الجبل، لكن الطيارة بتفضل على مستوى واطي وسط الجبال. فبيضطر ان هو يشغل الطاقة القصوى علشان ما يخبطوش. وفي الاخر بيقدر تاي انه يسيطر على الطيارة وبيطلع فوق السحاب بعيد عن الجبال. بعدها كيم بيدخل بقنبلة في ايده على تاي وبيقول له انه يروح ناحية المحيط والا هيموت الناس، لكن تاي بيحاول يعطله وبيقول له انه لازم يطمن على الطيارة الاول. فبيطلع كيم السكينة وبيقول له ينفذ الكلام يا اما هيقتله. بعدها بيروح تاي علشان يطمن على الطيارة وبيحاول يقفل الفتحة اللي في الطيارة، وبيبلغ المضيفة انها تخلي بالها من الركاب وانها لو لقت المسدس تخبيه. وبعد كده بياخد منها شبكة وبيبدأ يسد الفتحة، لكن وقتها بيلاقي ناس مصابة. فبيحاول تاي يسعفهم بكل سرعة وبيحاول يطمن الركاب الخايفين انهم هيكونوا بامان وهيوصلهم بسلامة. وجوه اوضة الطيار الكابتن بيقول لكيم انت هدفك سياسي ولا فلوس؟ وقتها كيم بيقول له انا عايز فلوس زي اللي قبلي. وبعدها بيدخل كيم على طي الركاب وهو بيضرب واحد منهم وبيهددهم انه هيفجر القنبله لو عملوا اي حاجه، وبيقول لهم ان الطياره هتروح لكوريا الشماليه. ساعتها الكابتن بيحاول يبلغ عن الاختطاف، لكن كيم بيلحقه قبل ما يبلغ باللي حصل وبيهددهم انه هيفجر القنبله لو ما راحوش كوريا الشماليه. وبعد كده بينادي طي على المضيفه علشان تسعف الكابتن. وساعتها الكابتن بيسأل كيم هو ليه مصر انه يروح كوريا الشماليه. وقتها بنشوف كيم بيقول لهم انه بيخطف الطياره علشان يقابل اخوه اللي بقى بطل في كوريا الشماليه لما خطف الطياره من سنتين. وفي نفس الوقت في الطياره بنشوف واحد من
الركاب بيحاول يتفق مع واحد تاني علشان يهجموا على كيم وينقذوا نفسهم. بعدها بيشوف كيم الظابط بيفوق، فبياخد حبل وبيأمر اتنين انهم يكتفوه، بس وهو راجع بيهجم عليه الراجل الكبير وبيحاول ياخد منه السكينة، بس للأسف محدش بيساعده. وقتها بيشوفهم تاي لكن ما بيقدرش يتدخل علشان هو اللي سايق الطيارة. وفجأة مرات الراجل بتعد ايد كيم، فبيحاول كيم انه يفجر القنبلة، لكن الراجل بيقدر يضربه ويوقعه وخلاص كيم هيخسر. لكن الحظ بيخدمه لما بيلاقي المسدس وبيرفعه على الراجل وبيضربه. بعدها بيروح له تاي وبيترجى انه ما يقتلش حد وانه خلاص هيعدوا الحدود، لكن كيم بيمسك السكينة وبيضرب الراجل في رجله وبيقول لهم انه يستحق يتعاقب. وبعد كده بنشوف الكابتن وهو بيقول للركاب انهم داخلين على كوريا الشمالية وانهم هيدوا بطايقهم للمضيفة. وساعتها الضابط بيقول للمضيفة انها تفكه، لكنها ما بتعرفش علشان كيم كان مراقبها. ووقتها بنشوف الركاب وهم بيبوظوا بطايقهم علشان الشماليين ما ياخدوهمش. بعدها بنشوف كيم بيفتكر اللي عملوه فيه بعد ما اخوه خطف الطيارة، وانهم لبسوه تهمة انه مع الكوريين الشماليين وقبضوا عليه قدام امه المريضة، وانه بعد ما طلع من السجن لقى امه ميتة ومحدش سأل عليها. وبنرجع للطيارة تاني وبنشوف واحد اتجرأ وراح يفك الضابط، وكيم بيبص عليهم لكن المضيفة بتحاول انها تخليه ما يشوفش اللي بيحصل، لكن كيم بيروح يمسكها وبيدخلها اوضه الطيار. وبعدها بيقول له الكابتن ان البنزين خلص ولازم يهبطوا. وقتها بيضرب الكابتن وبيقول له تاي انهم اصلا في كوريا الشماليه. بعدها بنشوف كيم بيبص من الشباك علشان يعرف هما فين، وساعتها بيقول الكابتن لكيم انه مش شايف وهو لازم يهبط. وقتها كيم بيعرف ان هما لسه في كوريا الجنوبيه، فبيطلع القنبله وبيشيل الفتيل وبيحطها في ايد عيل وبيقول له لو شلتها القنبله هتنفجر. وبعدين بيسحبه وبيرميه جنب تاي وبيقول له احنا لسه في كوريا الجنوبيه، وبيرفع السلاح على تاي. ساعتها ما بيسمعش كلامه وبينزل بالطياره، لكن عياط العيل جنبه بيبقى اعلى. ووقتها تاي بيتحط في خيار صعب انه ينقذ واحد ولا ينقذ الركاب كلهم، لكن في الاخر بيقرر انه ما يهبطش وبيطلع بالطياره بكل قوتها وبينجح انه يطلع من غير مشاكل. وبعدها بيضرب كيم طلقه فبتجري المضيفه بسرعه، لكن كيم بيمنعها. وبعد كده بنشوف تاي هو اللي اتضرب وبينزف جامد. ساعتها تاي بيربط الجرح علشان يقدر يسوق الطيارة. وبعد كده كيم بيقول له احنا ممكن نبقى ابطال في الشمال، ساعدني اوصل. فبيوافق تاي على كلامه وبيقول له خلينا ننزل الركاب علشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لك. بيتردد كيم في الاول لكنه في الاخر بيوافق وبينزل سلاحه، لكن فجأة بيظهر طيارتين حربيتين جنب الطيارة وبيبوظوا كل حاجة. وقتها كيم بيتوتر، في نفس الوقت المضيفة بتحاول تفك الضابط، وساعتها بتحصل نفس المصادفة. الطيار دونج هو اللي بيبقى سايق وبيحذر تاي انه يدخل كوريا الشمالية، وبعدها بيضربوا طلقات تحذيرية علشان يوقفوا. ساعتها كيم بيخرج من الأوضة وبيقدر وقتها تاي انه يكلم دونج وبيقول له ما تضربش، لكن دونج بيقول له انه طيارات كوريا الشمالية جاية وممكن تبقى حرب وخلاص دونج هيضرب عليهم. فبيعمل تاي مناورة خطيرة وبيقدر يهرب منهم، لكن الطيارة بتضرب تاني وبيحاول تاي يفلت والضرب ما بيقفش عليهم والطيارة بتقرب وخلاص هتتدمر. فبيعمل تاي حركة ذكية وبيفضل بنزين على الطيارة علشان ما يشوفوش، وبعدها بيحاول يهبط لكن كيم بيتجنن عليهم وبيقول لهم احنا هنروح ناحية الشمال. فبيسمع تاي كلامه والطيارات حواليهم بتاخد امر بالتدمير قبل ما تعدي الحدود وخلاص هيضربوا الطيارة ويوقعوها. فبيظهر دونج فجأة قدامهم وبيمنعهم يوقعوها وبيقدم بلاغ ان الطيارة مخطوفة وبيطلب بسحب الامر. وجوه الطيارة الكابتن بيقول لتاي انه يهبط بالطيارة قبل الحدود، لكن ساعتها كيم بيقول لهم ما توقفوش وبيرفع السلاح على تاي وبيأمره يكمل الطريق. وقتها التوتر بيملى المكان وتاي ما بيبقاش عارف يعمل ايه، وفجأة بيرفع تاي الطيارة لفوق. وقتها كيم توازنه بيهتز وبيقع لورا، وتاي بيبلغ الركاب انهم يمسكوا بكل قوتهم، وكيم هو كمان ماسك بالعافية وبيقدر تاي انه يرجع عن الحدود. وساعتها كيم بيحاول يوصل لهم لكن تاي بيلمحه وبيقلب الطيارة. ووقتها المضيفة بتحاول تفك الضابط، وبعدها بيقوم تاي وبيسيب الكابتن يسوق وبيروح يهجم على كيم، لكنه بيطلع السكينة وبيحاول يضرب تاي لكنه بيقدر يثبته في الارض، بس بيقدر كيم انه يضربه في رجله. وفجأة بيظهر الضابط ماسك المسدس وبيقول لكيم انه يستسلم، فبيطلع قنبلة تانية لكن الضابط بيضربه. ووقتها تاي بيقول له كفاية مش لازم تموت، احنا هنعالجك. بعدها كيم بيقرر انه ينتحر وبيحاول يقرب من تاي، بس الضابط ما بيستناش وبيضربه على طول، فبيقع كيم على الارض ميت.
القنبلة بتقع منه، فبسرعة تاي بينط عليها علشان يكتم الانفجار وبتنفجر فيه. وساعتها بيحاولوا يسعفوا تاي، والكابتن بيبلغ انه الخاطف اتقتل وانهم هيهبطوا في اقرب مكان. بعدها بيقدروا يسعفوه وبيبدأوا يدوروا على دبوس علشان يقفلوا القنبلة اللي في ايد العيل. وقتها بيقدر الضابط انه يركب الدبوس ويوقفها. بعدها بيشيلوا تاي وبيوديه لكرسيه وبيعرفوا ان العجل متعطل، فبيحاولوا كلهم يشغلوا المفتاح اليدوي علشان يهبطوا، وفعلا بيقدروا يشدوا المفتاح وبتنزل العجلة. بعدها بيكلم تاي الركاب وبيقول لهم انه هيهبط اضطراري على اقرب شط، وبيعتذر لهم انه ما قدرش يوديهم للمكان اللي رايحينه. وساعتها تاي بيغمى عليه وبيسترجع ذكرياته مع مراته، وهي بتقوله انه ما عملش حاجة غلط لما ما ضربش على الطيارة، وانه بطل وانقذ الناس من الموت. وقتها بيقول لها انه عمره ما هيعمل حاجة تخليه في نظرها مش بطل زي ما هي شايفاه. وقتها تاي بيفوق وبيمسك نفسه وبيستحمل كل الاصابات الخطيرة اللي عنده. وساعتها المكان كله بيتوتر والناس بتحاول تسند بعض. وبعدها تاي بيبدأ ينزل بالطيارة على الشط، وساعتها بينجح انه يهبط بيها من غير ما حد يحصل له حاجة. وبيبقى كلهم على الشط مش مصدقين ان هم طلعوا من المصيبة دي. وجوه الطيارة ما بيفضلش غير جثة كيم والكابتن وتاي. وبعدها بتدخل المضيفة علشان تبلغهم ان كل الركاب بأمان، لكن للأسف تاي ما بيقدرش يقاوم وروحه بتطلع كبطل قدر يحمي الناس. وقتها الكل بيبكي عليه والكابتن بيهنيه على هبوطه الأول كطيار مدني. وبكده تنتهي أحداث فيلمنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والكومنت، ولو أول مرة تتفرج علينا ما تنساش الاشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الحكاية الجاية. سلام.